عقلك براسك تعرف خلاصك. الله سبحانه وتعالى من خلق الإنسان ميزه عن سائر مخلوقاته بنعمة العقل. العقل فائدته يميز الصح من الغلط، واللي يستخدم عقله بشكل صحيح أكيد راح يفلح بحياته بالدنيا وينجى بالآخرة ويدخل الجنة. قبل لا ندخل بقصتنا حاب أشكر كل شخص وصلني لهذا العدد، وحاب أشكر كل شخص خلي لايك واشتراك. يلا خلي لايك واشتراك على مود نوصل 2000 مشترك قبل شهر رمضان المبارك. ما بقى لنا شي ونوصل. وبشتيوي كينج النظيم مواليد 1992 من حي بالسعودية اسمه حي النظيم بالعاصمة الرياض. أحمد الرويلي من صغره ما يحب التفحيط، وهو كان سيء بدراسته. أحمد هو ما يحب الدراسة وما كان يشوف نفسه إذا كمل بالدراسة راح يحقق شيء. أحمد استأجر سيارة وشافوه أصدقائه وقالوا له يا أحمد ليش ما تروح ويانا لدار الشمال. هذا المكان كان مشهور بالسعودية خاص بالتفحيط، يعني أغلب اللي يفحطون هم بذاك المكان. قال أحمد شكو بدار الشمالي، شرحوا له كل شيء يصير هناك وشلون يفحطون بالسيارات والحماس القوي. طبعا هنا أحمد فكر بالسالفة وتقريبا اقتنع بكلام أصدقائه، وراح أحمد لمكان التفحيط وشاف المفحطين وتقريبا عجبت جو، وشاف الناس متجمعة بشكل كلش كبير وأنواع السيارات. وصار أحمد كل ما يخلص دوام من المدرسة يروح لهذا المكان اللي يفحطون بيه. أحمد قرر يفحط، بس العجيب بالموضوع أحمد ما يفحط على سرعة عادية، أقل شيء 200 وانت صاعد، يعني سرعة مجنونة. بعد ما فحط أحمد صار له جمهور كلش قوي، وترى أحمد يقود السيارة بهاي السرعة المجنونة وهو عمره بين 14 و 15 سنة. وبعد ما أحمد فوق على هواي مفحطين أكبر منه عمر، صاروا الناس يلقبونه بكينج التفحيط، وناس قالوا له أنت كينج النظيم بسبب أنه أحمد من حي النظيم. وأحمد ما كان يسيطر على نوع سيارة خاصة، بالعكس أحمد كان أي سيارة أي نوع ما عليك، أنت بس جيب لي السيارة وأنا فحط لك بيها، أي سيارة يسيطر عليها. يعني نال لقب كينج النظيم بجدارة. أحمد كان من يوصل مكان التفحيط يتلثم، ما يحكي أي كلمة أو يسولف ويا شخص غريب إلا الناس المقربين اليمه اللي يعرفهم، لأن يعني كانت الشرطة السعودية تتربص المفحطين وتزرع ناس بيناتهم على مود يصورون مفحطين أو ألواح سيارات المفحطين على مود يكضونهم ويخلونهم بالسجن. أحمد صار له جمهور قوي وصار له ناس تنتظره على أحر من الجمر يمتى يجي كينج النظيم ويفحط ويصوروه على مود ينشرون مقاطع. وصار له ناس تجي تقول له فحط بهذا المكان وهو يقول يلا تدلل. ما يرد أي شخص. كينج النظيم كان مسيطر بشكل كلش كبير على مشاهدات مواقع التواصل الاجتماعي، وبالأخص سنة 2014 كينج النظيم صارت شهرته على مستوى الوطن العربي مو بس داخل السعودية، وصاروا يجوا له ناس يبوعون تفحيطه من دول الخليج ودول وطن عربي. يا شباب أنا جاي أنقل قصة كينج النظيم، يجوز أنتم شايفينها بغير مقطع لأن هو مو من عندنا من العراق. بحثت كثرت البحث ماكو أي شيء لكينج النظيم، يعني معلومات بسيطة. وهذا الكلام اللي جاي أحكي ماخذه من يوتيوبرية ناشرين قصة كينج النظيم لأن هم أعرف بي من السعودية. انتم طلبتوا من عندي انه اسوي لكم قصة عن كينج النظيم وانا بحثت هاي المعلومات وجاي انشرها لكم، فاسف اذا جاي تشوفون تطابق بكلامي ويا اشخاص قبلي نشروا قصة كينج النظيم. وبيوم من الايام صاحب كينج النظيم قال له يا احمد ليش ما نطلع نفحط؟ قال له احمد ابشر يلا، وراحوا وصعدوا بالسيارة. بس اللي صار هنا هاي نقطة تحول بحياة كينج النظيم. اثناء قيادة احمد للسيارة ما قدر يسيطر عليها وسوى حادث واصطدم بعمود. كينج النظيم بعد هذا الحادث ما تأثر، يعني ما انصاب بجروح، جروحه بسيطة كانت، بس صاحبه اللي هو مقرب عليه انصدم راسه بجام السيارة وتهشم ومات صديقه. هذا الحادث أثر بكينج النظيم بشكل كلش كبير. وبعد ما تعالج أحمد بالمستشفى تم سجن أحمد. طبعا بكل هاي المدة اللي صارت الكينج النظيم هو كان يتأنى بضميره وكان يتمنى ما متعلم التفحيط ولا صار كل هذا اللي صار ويا صديقه المقرب ومات بهاي الطريقة. وأم أحمد كانت كل ما تشوفه تبكي وتتقطع من القهر على ابنها. وتم سجن أحمد الرويلي بسجن ملز. هذا السجن أغلب اللي كانوا بيه بس مفحطين صغار بالعمر. بعد فترة من سجن كينج النظيم تم محاكمة أحمد بالسجن 10 سنوات، هذا الحكم الأولي. بس بعد مدة الحكم النهائي صار 6 سنوات. بس أحمد بعد هذا الحكم أعلن توبته للناس وصار ملتزم بصلاته. وورا مدة هيك كم شهر طلع أحمد من السجن، وورا ما طلع من السجن راح وسوى عمره. بس بيوم الجمعة عزموه أصدقاء عزيمة أكل، وهنا لازم ناخذ العبرة من هذا الموقف ولازم نختار أصدقائنا بعناية ولازم نتجنب أصدقاء السوء. واحد من أصدقاء أحمد
أحمد، قال له أحمد عود أنت صدق تحكي تركت التفحيط وبعد ما ترجع لي ولا تفحط أبدا؟ قال له إيه أنا تبت نهائيا، بس أصدقائه أصروا عليه قالوا له فحط آخر مرة، يعني تفحيطة اعتزال. وبعد إصرار قوي وافق كينج النظيم، بس مو هو اللي يسوق ولا هو اللي يفحط، واحد من أصدقائه هو اللي ساق السيارة وفحط بيها. بس اللي صار أتوقع كلكم تعرفونه، حادث مو كلش قوي مقارنة بالحادث الأول، بس الله سبحانه وتعالى شاء أن يموت كينج النظيم بهذا الحادث، والحمد لله على كل حال. لا تسخر من شخص أو تجبره على شيء هو ما يحبه، ودائما خلي لك ذكرى بالحياة، واختار أصدقائك بعناية. وإلى هنا وصلنا لنهاية القصة، ولا تنسون اللايك والاشتراك، وأتمنى المقطع ينال إعجابكم. في أمان الله.